إخواني الكرام، مبروك الفوز للمنتخب المغربي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء. هذه النتيجة بالنسبة للمغاربة فهي نتيجة كبيرة جدا. كنا ننتظر مباراة ستكون ضغط كبير على المنتخب المغربي، والحمد لله فالضغط كامل رجع للمنتخب الكاميروني. شفتوا المنتخب المغربي ما خلاش الكاميرون باش يتنفسوا، ما خلاهمش يفكروا في الكره ولعبوا كرات مباشره، بدلوا الخطه وتخلي الشك بان الخطه ماشي ديال الركراكي. هذا شيء مدرب اخر مغربي مخفي هو اللي عطى هذه الخطه. هذه الخطه مدروسه تماما، مغيره على الخطط اللي كان لعب بها المنتخب المغربي سابقا في بدايه البطوله الافريقيه. فالان لم نذق المتعه الكرويه منذ كاس العالم 2022 في قطر امام المنتخب الاسباني اللي كنا لعبنا مباراه قتاليه بصراحه، والان كنشوفوا مباراه قتاليه امام المنتخب الكاميروني. فالان نحن نترشح رقم واحد في اي منتخب الان اللي غادي نواجهوه، خصوصا مباراه الغد ستلعب الجزائر مع المنتخب النيجيري. الفائز فيهم هو اللي غادي يواجه المنتخب المغربي، وربما تكون واحد المفاجاه كبيره اللي كيظن هذا بقى الجمهور، وهو ربما غادي نواجه المنتخب الجزائري اذا داز. غتكون مباراه قتاليه 100% كما كتشاهدوا خارج المحل الاحتفالات في المقاهي. الحمد لله تفرجنا وشفنا المباشرات، المباراة بدون أعصاب. منذ بداية الشوط الأول شاهدنا المباراة بدون ضغط وبدون ضغط أعصاب أو دقات القلب. الحمد لله الأعصاب كانت متماسكة. قتالي كانت واحد اللاعب ما شاء الله ما شاء الله، الله يحفظه من العين، إبراهيم دياز. ها البوجور ديالك بصراحة لاعب ممتاز قتالي. كنتمناو له ان شاء الله يزيد يعطي ان شاء الله في الايام القادمه ان شاء الله في النصف النهائي والنهائي ان شاء الله، ويكون احسن هداف ان شاء الله. فلما لا، فروح قتاليه الان لدى اللاعبين وخصوصا ابراهيم دياز ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ومبروك علينا الفوز. خوتي الكرام، كما شاهدتوا هاد الخطه فهي خطه تنقول ماشي ديال والد الركراكي، لان الان شفت طريقه اللعب لعب مباشر، ما كيشدوش الكره كيبقى يلعبوا الاطراف الاجنحه، اعطيني نعطيك اعطيني نعطيك حتى كيرجع الخصم يرجع للدفاع. كيشكلنا مشكل حائط كبير، ما كيخليش الكره تمر. الان شفنا كره اوروبيه ما شاء الله، كره تمريرات مباشره كيخلقوا السرعه في الهجمات في المرتده، وخلقنا واحد الخطر كبير بالنسبه للمنتخب الكاميروني. فلماذا لا نواجه منتخبات اخرى؟ احنا واجهنا منتخبات كبيره بحال البرتغال، اسبانيا، بلجيكا، مقارنه مع الكاميرون لا شيء. الكاميرون راه ما متاهلش كاس العالم، ولكن حتى هي بانت هي في هذا كاس اوروبي افريقيا اللي صنعها باش ترشح حتى هي كاس افريقيا. بصراحه حتى هي كانت ضغطت ولعبت، وخصوصا في 45 دقيقه الاخرى كنت تحاول تبني الهجمه وتنجح وتسجل شي بيت وتسبب شي مشاكل للمنتخب المغربي. الحمد لله اليوم غادي نعسوا وحنا مرتاحين، وكان بزاف ديال التاويل ديال على حساب المدرب غادي يقيلوه. هنا عجبنا محمد الركراكي، هنا اللاعب لعيبانو ما شاء الله. كاين شي واحد يزرع فيهم الروح القتاليه وروح كرة القدم، لأن المنتخب المغربي اليوم مغاير على هذه سنتين أو 3 سنوات اللي كان يلعبها، خصوصا مع المنتخبات الضعاف كان يبان ضعيف، ولكن الآن أمام منتخب كبير بان أكبر منه. والحمد لله دابا كنشوفوا بأن المغرب مرشح 100%، والكاس إن شاء الله غادي تكون عندنا إن شاء الله في المغرب. وهالبوجر القجع تبارك الله دار خدمة مزيانة، تيبقى فيه الحال الحمد لله. حتى حنا دابا راه شرفناه، والدراري خاصهم ديما هذا المستوى هذا ما يطيحش. راه شافوا الخصم كبير رجع صغير قدام المنتخب المغربي، حاشا منتخب مغربي مصنف عاشرة عاشر عالميا يطيح في فخ الكاميرون. والكاميرون يلاه كيبدا دابا مؤخرا. دابا غنصيفطوا رساله للعالم ورساله لاصحاب الاعلام، لانهم
الإعلام كان بدأ يتكلم ويقول بأن المغرب أصبح ليس مرشحا. المغرب لم يبن يعني في يعني المباريات يعني بالقوة اللي كانوا كينتظرونها منه، لأنه موصل نفط عاشر عالميا. سمعوا الاحتفالات، النساء صغار كبار كل شيء محتفل. الحمد لله يا رب، الحمد لله. كانت الأعصاب ديالنا مشدودة إلى الآخر، القلب ديالنا كان يضرب. اليوم كنا ناويين نلعبوا مع 5 يعني عطلونا مع 8 يعني صبرنا شويه والحمد لله حمرنا وجهنا. وهذا الاحتفالات الحمد لله اللي كنا كنتسناو هذه شحال ها هي الحمد لله كما كتسمعوا الزغاريت. دابا الان ان شاء الله خصنا المنتخب المغربي ياخذ راحته مزيان ويطمئن نفسانيا يكون مزيان. انا شفتو في ملي دخل المولاي عبد الله الملعب ديال المولاي عبد الله قبل الماتش يعني تقريبا 5 ديال الساعات، شد الابتسامه في اللاعبين كامل مزروعه فيهم ابتسامه. يعني شد الفيديو ديال طريقه الدخول ديالهم كيتكلموا يعني يعني بعفويه وكيضحكوا ناشطين والجمهور راه كيصاوب بلاصتو، يعني حسيت بهم بانهم تايقون في راسهم الحمد لله. فهذا هو المنتخب المغربي اللي كيتسناه الجماهير المغربيه. دابا اي مشجع مغربي قلت له يعني شنو هو المستوى ديال المغرب اليوم، يقول المستوى ديال يعني نفوزوا بالكاس. هذا هو المستوى ديال المنتخب المغربي اللي كنا كنتسناو منه هذه شحال. راه اليوم عاد المنتخب المغربي شفناه الحمد لله. فزنا على الكاميرون الحمد لله، تجاوزنا الكاميرون. دابا غادي نشوفوا المباراه ديال الغد ما بين المنتخب الجزائري والمنتخب النيجيري. ونيجيريا حتى هي ما كتقلش على يعني صعوبه من المنتخب الكاميروني، فعندهم تقريبا نفس المستوى ونتجاوزوا علاش لا، لان المنتخب المغربي الان هو المرشح رقم 1 ان شاء الله.